السلام عليكم. مرة حسيت إن الحر بقى مش طبيعي، وإن الشتا بيقطع في العظم أكتر من زمان. طب سألت نفسك قبل كده ليه أصلا في صيف وشتا؟ وإزاي الشمس بتبقى ساعات نور مولعة وساعات كأنها كشاف فاضي؟ الغريب بقى إن أكتر فصل بتحسه حر بيجي لما الأرض بتكون أبعد عن الشمس. حاجة كده تخليك تسأل، هو احنا فاهمين اللي بيحصل حوالينا بجد؟ ولا في أسرار بتحصل فوق راسنا واحنا مش واخدين بالنا؟ في الفيديو ده هنتكلم عن ليه الصيف حر والشتا ساقع، وازاي كل ده مش صدفة. معاكم أحمد فاروق، ويلا بينا نبدأ الرحلة. ناس كتير فاكرة إن الصيف حر عشان الشمس بتقرب من الأرض، بس في الحقيقة لأ. الشمس تقريبا مكانها ثابت طول السنة، اللي بيتغير بجد زاوية أشعة الشمس علينا. في الصيف الشمس بتبقى فوق دماغك على طول، يعني الأشعة جاية في خط مستقيم والحرارة كلها بتدخل في جسمك والأرض حواليك، مفيش أي تسريب ولا تشتت. لكن في الشتاء الشمس بتيجي كأنها من الجنب، الأشعة مايلة والحرارة بتتوزع على مساحة أكبر، فبتكون أضعف وأبرد. غير كده في الصيف النهار طويل والشمس موجودة بالساعات، فالأرض بتسخن وتفضل سخنة. أما في الشتاء النهار قصير والشمس بتروح بدري، فالأرض ما بتلحقش تسخن كويس، وكأنك مشغل دفاية بس بتطفيها بعد نص ساعة، هتلاقي السخونية ملحقتش توصل. وكل ده بدون حتى ما نبدأ نتكلم عن التغير المناخي والاحتباس الحراري اللي بيخلي الصيف أسخن والشتاء أبرد، بس مش بشكل متوازي. فاكر زمان لما كنا بنقول الحر مش زي كل سنة؟ كان مجرد كلام، دلوقتي بقى حقيقة. درجة الحرارة بقت بتكسر أرقام قياسية، وبقت أيام الصيف أطول والجو خانق حتى في الليل. اللي بيحصل ده اسمه تغير مناخي، يعني الطقس بيخرج عن المألوف. في صيف 2024 و2025 كانوا أسخن السنين اللي اتسجلوا في التاريخ، ومش بس الحرارة اللي زادت، لكن كمان عدد أيام الحر الشديد بقت أكتر. في مناطق ما كانش بيحصل فيها حر غير قليل، دلوقتي بقت بتولع حرفيا، والسبب أكتر من عامل، بس أهمهم الاحتباس الحراري. إحنا كبشر بنطلق كميات رهيبة من غازات بتحبس الحرارة في الغلاف الجوي عن طريق العربيات والمصانع والكهرباء اللي بتيجي من الفحم، وده بيخلي الأرض كأنها بتتخنق، والموضوع كل سنة بيزيد. الصيف مبقاش مجرد فصل، بقى تحدي يومي للبشر والطبيعة، وكلنا بندفع الثمن، سواء في صحتنا أو زراعتنا أو حتى فاتورة الكهرباء. زمان المطر كان بينزل في ميعاده، شتا يعني شتا، ربيع بيجي بريحة الأرض والمطر. لكن دلوقتي الشتا ممكن يعدي من غير ما نحس بيه، والمطر يا ما يجيش يا بيجي دفعة واحدة ويغرق الدنيا. تيارات الهواء العالمية اللي بتحرك السحب حوالينا بدأت تتلخبط بفعل الاحتباس الحراري، يعني في سحب كانت المفروض توصل منطقتنا بقت بتتجه نواحي تانية. في مطر المفروض ينزل عندنا بقى ينزل في المحيط أو في مكان مش محتاجه. الحر الشديد كمان بيساعد على تبخير المية بسرعة، المية بتتبخر بس بدل ما تتكثف وتنزل مطر بتتشتت في الجو، وبقينا بنعاني من اضطراب المواسم، يعني فصول السنة نفسها بقت ملخبطة. نسمع إن فبراير حر وإبريل شتاء، وده مش مجرد مفارقات، ده تغير مناخي فعلي. المطر دلوقتي بقى نادر أو عنيف جدا، وده بيأثر على الزراعة وعلى مية الشرب وحتى على نفسية الناس. الناس بتستنى رحمة من السماء، لكن اللي بيحصل هو إننا بنقلل فرص نزول المطر بنفسنا بسبب اللي بنعمله في الكوكب. ساعات بنسأل ليه الجو بقى مولع كده؟ الجو زمان ما كانش كده، بس من يوم ما بدأنا نحرق وقود ونبني مدن عملاقة بدأنا نبوظ المعادلة. احنا بننتج كميات ضخمة من الغازات اللي بتحبس الحرارة حوالينا، زي ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين. الغازات دي بتكون بطانية حوالين الأرض بتخلي الحرارة ما تخرجش. كل ما زادت المباني والأسفلت والخرسانة كل ما زادت الحرارة، لأن الأسطح دي بتمتص حرارة الشمس وتطلع تاني بالليل، فبتلاقي حتى بعد المغرب الحرارة لسه ماسكة. الظاهرة دي اسمها Urban Heat Island،
يعني جزيرة حرارية حضارية. العربيات بقت جزء من كل بيت، بس في نفس الوقت كل عربية بتنفخ حرارة وغازات في الجو. الفحم والنفط والغاز مصادر الطاقة الرخيصة، بس تمنها الحقيقي هو المناخ. اللي حصل حصل، بس هل نقدر نرجع الدنيا لطبيعتها؟ هل في أمل نعيش صيف نقدر نتحمله وشتاء من غير فيضانات أو عواصف؟ الإجابة في حلول بدأت تحصل فعلا. الدول والعلماء والناس العاديين ابتدوا يتحركوا. بنستبدل الفحم والنفط بالشمس والهواء، مصادر طاقة مش بتلوث. الشجرة مش بس منظر حلو، هي جهاز طبيعي بيسحب ثاني أكسيد الكربون من الجو. كل شجرة بتساوي فلتر للهواء. العلماء شغالين على طرق تخلي البيوت تبرد نفسها من غير ما نستهلك طاقة كتير. المواصلات بتتغير، الناس بدأت تسيب العربيات العادية وتستخدم العربيات الكهرباء. كل ما زاد الوعي كل ما زادت فرصتنا نصلح. الجيل الجديد هو الأمل. الحلول دي لازم تكمل وتكبر بسرعة، لأن التغير اللي حصل في الكوكب أسرع من أي وقت قبل كده. السؤال اللي في دماغ ناس كتير، هل الصيف اللي جاي هيكون أحر من اللي فات؟ وهل الشتاء هيختفي؟ وهل المطر خلاص بقى قليل للأبد؟ الإجابة مش بسيطة. خليني أقولك كده، اللي بنعيشه دلوقتي هو نتيجة سنين طويلة من التصرفات الغلط، وكل سنة مش بنتصرف فيها صح المشكلة بتكبر. العلماء بيقولوا في سيناريوهين: لو استمرينا في الاستهلاك والاعتماد على الفحم والبترول هتزيد الحرارة والمطر هيقل أكتر، وهنشوف فيضانات وحرائق وأمراض جديدة. ولو قللنا الانبعاثات وبدأنا نغير عاداتنا نقدر نبطئ التغير ده ونعيش في كوكب أحسن. كل واحد فينا ليه دور، مش لازم تكون عالم عشان تساعد. تقلل استهلاكك للكهرباء، تزرع شجرة، تستخدم مواصلات عامة، تتكلم مع اللي حواليك وتوعيهم. كل تفصيلة صغيرة ليها تأثير. ودلوقتي، هل تفتكر إننا نقدر نغير مصير الكوكب؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات، ولو شايف إن الناس لازم تعرف الحقيقة شارك الفيديو مع حد. كان معاكم أحمد فاروق، ودي كانت معلومة حيرة.